خليني اقول لك على وصفه صحيه بديله للنودلز الجاهزه. النودلز الجاهزه مش عارف ليه كل ما اتكلم في الموضوع ده بفتكر فيلم الكيف والفنان الجميل جميل راتب البهظ بيه وهو بيقول: انا مش قلت لك انها هتصطاد زبونها وترقي نفسها وتبقى نمره واحد؟ النودلز مشهورة إنها أسرع وجبة في الدنيا ومش محتاجة مجهود، وكمان طعمها بيعجب الكل. بس خلي بالك النودلز معمولة من دقيق أبيض مكرر، يعني نشويات من غير ألياف ولا تقريبا فوائد. النشويات دي بتدخل بترفع السكر في الدم بسرعة وتعمل طاقة لحظية، وبعدين السكر ينزل فجأة وتحس بجوع وخمول من تاني. فأنت فعليا بتاكل حاجة مش بتشبعك وبتبوظ شهيتك لباقي اليوم. غير كده الشعرية في النودلز غالبا بتتعمل مقلية في زيوت، فالسعرات بتزيد والدهون تزيد وجودتها الغذائيه تقل. انما القنبله الحقيقيه موجوده في كيس التوابل، كيس صغير شكله بسيط بس مليان صوديوم وملح بنسب عاليه جدا، ومعاه محسنات طعم زي الماده اللي مكتوبه الاي 621 اللي هي مونو صوديوم جلوتاميت او الملح الصيني. والمواد دي ممكن تزود الصداع والخمول وتخلي نفسك دايما عايزه نفس الطعم، وده اللي بيخليك ترجع له تاني، يعني الادمان اللي بنقول عليه. طيب نعمل ايه؟ هل نبطله خالص؟ ببساطه شديده نطبخه صح، واللي ناقص نكمله بصوت جميل راتب برضه. تعال اقول لك على وصفه شعريه صحيه بديله للنودلز الجاهزه. قول. هتجيب شعريه نص معلقه زيت، وهتاخد معلقه من خلطه البهارات دي. البهارات دي اعملها وحطها في برطمان في البيت، هي عباره عن نص معلقه ثوم بودره، نص معلقه بصل بودره، نص معلقه بابريكا، رشه كمون، رشه كركم، فلفل اسمر، سمسم محمص، وشطه وملح خفيف. هنحضرها ازاي؟ هنسلق الشعريه ونصفيها كويس جدا، ونسخن الزيت في طاسه، ونضيف البهارات والسمسم ونشوحهم تشويحه خفيفه. بعد كده ننزل الشعريه ونقلب دقيقه لحد ما تمسك، وكل والطعم هيعجبك وبالهنا والشفا. بس خلي بالك كمل وجبه صح، خد بروتين جنبها زي صدور دجاج مشويه او تونه او حتى بيض مسلوق. خد مع الوجبه اي خضروات متاحه قدامك. صحتك اهم من اي طعم لحظي، وانك بتكسب نفسك وصحتك بالاختيار الصحي. معاك حق.